حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه. إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل معاوية إذا علا على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه. قال هذا صحيح بشرطهما. طبعا هذا لنا برضو معه إن شاء الله جولة هذا الحديث وحنفهم ليش النبي قال هيك. ولذلك اضطر بعضهم إلى تحريفه فرواه بعضهم فاقبلوه. إذا رأيتم معاوية على منبري فاقبلوا، حرفوه لأنه صحيح، قال صحيح يحرجهم، فاضطروا إلى الكذب على رسول الله فحرفوه إلى فاقبلوه بالباء. واضطر الناصري الكبير عبد الله بن أبي داود صاحب السنن، مش هو صاحب السنن، أبوه صاحب السنن، يعني أبو داود السجستاني رجل رحمة الله عليه إمام، وعنده ابن منحرف، كان منحرف حتى أخلاقيا، مش حقول لكم اقرأوا ترجمته للأسف، نسأل الله الستر والعافية، منحرف أخلاقيا اسمه عبد الله. على فكرة معظم أعداء أهل البيت في كل زمان عندهم انحرافات أخلاقية، شيء غريب. أعداء أهل البيت انتبهوا، شيء غريب النواصب. هذا عبد الله بن أبي داود كان منحرفا